سيدنا الكرام، قصتنا ديال اليوم هي واحد القصة اللي عجيبة وغريبة، تجمعت فيها الخيانة الزوجية والطمع، وكيقول المثل: طماع سيقضي عليه الكذاب. قصتنا اليوم غادي نبداوها من البداية إلى النهاية باش نعرفوا الأحداث ديالها، كيفاش وقعت وكيفاش بدات وكيفاش سالت. وإلا بغيتوا تعرفوا تابعوا معنا القصة من الأول إلى الأخير، وما تنساوش أنكم ديروا متابعة الصفحة، كذلك الضغط على زر الإعجاب والبارتاج. وشكرا لكم، وهادشي فضلا منكم وليس بأمر. بلا ما نطولوا نبداو مباشرة في القصة ديالنا ديال اليوم. قصتنا اليوم غادي تبدا مع واحد السيدة. هاد السيدة هادي كانت مزوجة بواحد الرجل لاباس عليه، رجل ميسور الحال، عنده الفيلا ديالو. السيد كان بخير وعلى خير، واحد الانسان اللي متقاعد، عنده معها جوج ديال الوليدات. هاد السيدة هادي في واحد الصباح غادية بالسيارة ديالها، غادية على الطريق عادي، الأمور عادية. في واحد اللحظة غادي دير واحد حادثة ديال السير، دارتها مع واحد الشاب اللي كانت عنده واحد البيكو. هاد الشاب هذا فلاح، والغرض كان ديال هاد السيدة هادي. هاديك الحادثة كانت حادثة بسيطة، فقط تسببت في خسائر يعني في السيارات بجوج. هنايا تجمعوا بزاف من الناس. هاديك السيدة اعترفت بالغلط ديالها، وقالت لهداك الشاب بانني انا غادي نصلح لك السياره، يعني داك العطب اللي وقع في السياره ديالك انا نصلحه. المهم تفاهموا على هذا الاساس. هذا مشى معها لعند ميكانيك باش تصلح له السياره ديالو، وكذلك تصلح السياره ديالها. هذاك من الميكانيك قال لهم عطيوني واحد الساعه ديال الوقت من وقتكم، وديك الساعه غنتفاهم معكم ونشوف شنو خاصكم في السيارات وشحال غادي تقام عليكم الاصلاح ديالها. خلاو لك السيارات بجوج، وهنا مشاو لواحد القهوه، ريحوا في هذيك القهوه وبقاو كيديو كيجيبوا في الهضره. هاد الشاب هذا قال له بانني انا راه واحد الرجل فلاح، عندي جوج ديال الفيرمات، وحده ديال الفريز وحده ديال البنان. السيده قالت له بانني انا راني واحد السيده مزوجه، واحد الراجل لاباس عليه، عندي الفيلا ديالي في بلاصه الفلانيه. هاد الشاب هذا قال له انني انا راني كنت مزوج، ولكن وقع لي واحد المشكل مع المراه ديالي وطلقتها. المهم بقاو هضره مني هضره منك، تعرفوا مزيان. مشاو لعند داك مول الميكانيك. مول الميكانيك قال لهم انكم غادي تخليو لي السيارات، غادي تعطيوني واحد يعني واحد النهار غتلقاو السيارات ديالكم واجدين. صافي السيده خلات السياره ديالها، كذلك هو خلى السياره ديالو، وتبادلوا الارقام ديال التليفون باش انها تتصل به او يتصل بها، يعني باش انها تجي يتخلص السيد. وداك الشيء اللي داروا. فاش السيد اتصل بهم وقال لهم بانني السيارات ديالكم واجدين، جاو هنا. داك الشاب دخل وحلف لهاديك السيده، قالها ما تخلصيش انتي، انا نخلص كل شيء. وبالفعل خلص هو ديك الاصلاحات اللي دارلو داك الميكانيك، لان هي في الاول هي اللي كانت باغي تخلص، ولكن السيد هنا قال لا، انا تعرفت عليك وعرفتك فين ساكنه، وربما هذه تكون معرفه خير بيناتنا. المهم في الاخير السيد خلص، كما قلنا تبادلوا الارقام ديال التليفون، هو مشى للطريق ديالو وهي مشات في الطريق ديالها. ولكن هنا بقى اتصال بيناتهم، ولاو كيهضروا بيناتهم، كتصل به كيتصل بها، كيسولوا على بعضياتهم، هضره مني هضره منك، حتى انهم غادي يدخلوا في واحد علاقه محرمه. السيده ولات كتقول له بانني كنرتاح ليك، هو وكذلك شويه انني كنبغيك، هو وكذلك كيقول لها بانني كنبغيك. ولاو كيتلاقاو السيده كتدخل الراجل ديالها كيمشيو. هو فعلا ولا كيديها لهادوك الفيرمات اللي كيديها الفيرما الاولى، عنده واحد البيت تما، كيبقى معاه واحد المده طويله، كيدير كيمشي للفيرما الثانيه، يعني فيها واحد البيت تما، السيد كيبقاو على راحتهم تما. بقاو في هذيك العلاقه المحرمه مده طويله. السيده ولات ما كتشوفش الطريق من غيره، كذلك هو كيوهمها بانه كيبغيها. المهم دازت المده ديالهم وما بقاتش كافيه هاد العلاقات اللي بينه وبينها. قال لها بانني انا خصني ندخل عندكم للفيلا ديالك وتعرفيني على راجلك. كيفاش غنديرو؟ قال لها فكري شي طريقه. قالت له صافي، انت غادي نقول له بانك راك ولد خالتي من العائله ديالنا، وغادي تدخل عندنا للفيلا. هذاك الشيء اللي دارت السيده، مشات عند راجلها وقالت له عرفتي داك النهار اللي درت انا ديك الحادثه ديال السير، وقلت لك راه واحد الشاب عنده واحد البيكوب، يعني وقعت لي مع حادثه، والنهار اللي مشيت تصلحنا السيارات راه هو اللي حلف لي، هو اللي خلص. قلت له هذاك راه طلع ولد خالتي. كيفاش ولد خالتك؟ قالت له هذا النهار تلاقيت مع خالتي ولقيته معها، وعاد تعرفت عليه بان راه ولد خالتي.
يعني قصة غريبة. السيد قال شكون هاد خالتك، لان السيد هذا فقط هو كيعرف غير العائله ديالها والديها وصافي، ما عارفش خالتها. قالت له واحد خالتي راه ما راه كتسكن في بلاصه الفلانيه، يعني انت راه ما عارفاش وراه مازال عمرك تعرفت عليها. صافي قالت له شوف انا غادي نصوني عليه دابا تهضر معاه. وفعلا اتصلت بيه قالت له ولد خالتي بخير لاباس، قالت له هو الراجل غادي ندوزو كيهضر معاك. السيد على نيتو دوزلو السيد هضر معاه بخير لاباس. قال له ودي راه مراتي قالت لي بانك وقعت لك معها شي حادثه ديال السير وصدقتي انت الان ولد خالتها. قال له راني حتى انا ما كنتش كنعرفها. المهم السيد عرض عليه قال له مرحبا بك، اجي عندنا الفيلا ديالنا، مرحبا بك، ها بنت خالتك توريك فين ساكن. قال له ان شاء الله شي نهار انني غادي نجي عندكم. غدوز غير واحد اليومين وبالفعل السيد جا الفيلا عند السيدة، دخلته على اساس انه ولد خالتها. تعرف على السيد اللي هو الزوج كيظن بان هذا راه ولد خالت مراته. السيد بقى تما شنو كدير في الحياة ديالك؟ قال له بانني انا راه عندي جوج فيرمات، وحده ديال الفريز وحده ديال البنان. السيد كيبين على انه ميسور الحال لاباس عليه. المهم التعارف ديالهم دام مده طويله. السيد ولا كيجي ولا كيطلب من هذاك الحاج اللي هو الزوج ديال الخليله ديالو انه يمشي معاهم يوريه الفيرما ديالو. بالفعل كيمشي يوريه الفيرما ديال البنان. كيلقى بزاف الناس اللي خدامين تما على اساس تما كيحترموا على اساس ان السيد هو مول الفيرما. عاود كيديهم الفيرما ديال الفريز ولا كيتدخل معاه كيقول له الحاج دابا انت يعني غير متقاعد وما عندك فلوس، علاش ما ديرش هادشي ديال الفلاحه؟ راه فيه الفلوس، شوف لك شي فيرما ونشركوها انا وياك. ولا كيوريه واحد الفيرما. هاد الفيرما هادي كانت غير حدا من تما. قال له راه مولاها كيعيش على برا وراه غادي يبيعها، راه تقريبا 100 مليون. ولا كيزعم هادشي السيد هذا بان الفلاحه راه فيه الفلوس وراه خصك دير يعني فيرما. والسيد قال له بانني انا راه ما كنعرفش هادشي ديال الفلاحه. قال له انا نكون مسؤول فقط، انت راه غادي تتعلم غير بشويه بشويه. السيد شاف بان السيد فلاح وولد خالة المرا ديالو، شاف عنده انه فيرما ديال البنان كذلك فيرما ديال الفريز. السيد لاباس عليه قال علاش حتى انا ما ندير شي فيرما. في الاول هاني نشرك معاه، والسيد راه عارف يعني الامور ديال الفلاحه، وانا بشويه بشويه نتعلم. المهم قال له الله يسخر، شفنا داك السيد الا باع لنا ديك الفيرما الله يسخر. دازت واحد المده، واحد النهار اتصل به قال له صافي السيد راني ريقلت مع الامور، دابا خصك تعطيني 50 مليون وانا وكذلك غادي نجيب ال50 مليون ديالي باش نخلصوا السيد ونتكاتبوا معاه. السيد فعلا مشى عطاه ديك ال50 مليون. مشى لهاديك الخليله ديالو قال له شوفي باش انني ندخلك حتى انتي الشركه معاه في هذيك الفيرما تسالي النص معاه، خصك تعطيني حتى انتي واحد 10 المليون. السيد عطاتو 10 المليون. السيد هنا 60 مليون عنده. المهم الحاج بقى كيتسنى السيد امتى غيتصل به باش انهم يمشيو يقدوا دوك الفيرما، يعني الامور ديالهم الوثائق الرسميه. كل نهار كيتصل به شويه السيد طفى عليه التليفون، ولا هذاك كيقول لمراتو فين هاد ولد خالتك، فين مشى ولد خالتك، والسيد راه هز الفلوس ما بقاش بان. ولا الضغط، السيده ولات كتصل بالسيد كتقول له شنو درتي، شات الغلط درتي معنا. الراجل راه ولا كيشكر ولا كيحمل المسؤوليه. هاد خينا هذا اشنو غادي يدير؟ ما عنده ما يخسر. واحد النهار صيفط واحد الميساج للحاج. هاد الميساج فيه واحد الفيديو. السيد غادي يفتح الفيديو غادي يلقى مراتو مع ولد خالتها اللي هو كيظنوا انه ولد خالتها في واحد الوضع اللي هو مخل بالحياة، يعني في واحد المكان السيدة مصورة مع السيد. هاد الحاجة هذا كان واحد الراجل اللي هو ذكي فكر مزيان، يعني ما بغاش يواجه مراتو، مشى ديريكت عند السيد وكيل الملك عاود له القصة. قال له سيدي انا شنو وقع انا مراتي رانا ما بغيتش نقول ليها، خفتها لا تمشي دير شي حاجة او لا تهرب. وكيل الملك عطى التعليمات ديالو للبوليس باش انهم يعتقلوا هاد السيد وكذلك يعتقلوا المرأة فاش جابوها مباشرة واجهوها بالامر بفيديو اعترفت، قالت لهم بان داك السيد راه ماشي ولد خالتي وراه غير خليل ديالي وراه هو اللي اقترح عليا الفكرة باش انني ندير ولد خالتي. يعني صافي السيدة صافت راسها انا عصلت، وحكت لهم بانه راه خدا لها حتى 10 المليون، لان الحاج كان حكى بان السيد راه خدا له 50 مليون. مشاو البوليس اعتقلوه. السيد هنا نكر انه خدا شي 50 مليون لانه هو باغي يدخل الحبس، وكانت هذيك الخدمه ديالو النصب والاحتيال.
انه يدخل الحبس يعني بتهمة الفساد فقط. قال انني غندخل الحبس بتهمة الفساد. السيد ما نكرش بان هذيك خليلة ديالو، وبان هي ماشي بنت خالته، وهي اللي اقترحت عليه الفكرة، اعترف بهذا الشيء هذا. ولكن الموضوع ديال الفلوس ما اعترفش به. ولكن هنا فاش غادي يمشيو للفيرمات غادي يلقاو بان السيد هذا ما عنده لا فيرما لا والو، هو فقط هذوك العساسه اللي كاينين تما كيعرفهم، كيدور معاهم، كيقول لهم ملي يجي معايا شي واحد احترموني بانني انا صاحب الفيرما. وهذاك الشيء اللي كان كيديروا معاه، وهذاك الشيء راه كان بالمقابل. وفي الاخير هذا السيد هذا غادي تثبت عليه بالفعل انه هز فلوس، خدا الفلوس من عند السيد، وكذلك هذيك السيده تثبتت عليها الخيانه الزوجيه، ومشاو بجوج بهم للحبس. هو تحكم 30 سنه، وهي وكذلك غادي تحكم 5 ديال السنوات. هنا غادي يكونوا سالينا الحلقه ديالنا ديال اليوم، وكنتمنى انها تكون عبره. الى عجبتكم ما تنساوش انكم ديروا لنا متابعه الصفحه، بارطاجيو الفيديو. نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.